اكتشفت في الفترة دي إن مش المشاكل والتحديات اللي ساعات بتهددنا قد ما ممكن يهددنا إننا أفتح بيبان وشبابيك بيتي للمشاكل دي، فتكون المشكلة جاية من بره البيت والعصبية تزيد جوه البيت، أو الاهتمام يقل بين الزوجين جوه البيت، أو العلاقة تتدهور بالولاد جوه البيت. فكنا بنحاول على قد ما نقدر نفكر بعض إن إحنا نحمي بيتنا وعلاقتنا من عدم الاستقرار اللي بنمر بيه. في نفس الوقت تقريبا اتعلمت إن لو باب بيت اتفتح للي جاي من بره، يبقى غالبا بنستخدم حيلة دفاعية أو ديفانس ميكانيزم اسمه الديسبليسمنت أو الإبدال. عقلي عايز يهدي الضغط والتوتر اللي جوايا بإنه ياخد الضغط اللي جاي من حتة معينة ويبدلها ويخرجها في حتة تانية أكثر أمانا بالنسبة لي. فالخناق اللي مع المدير في الشغل أو الضغط من الشغل يخرج في مراتي، وخناقتي مع جوزي تخرج في ولادي، وولادي يخرجوا في بعض الضغط اللي أنا حاطة عليهم كأم. وده مشروع ومنطقي لحد معين، بس لو زاد عن الحد بنبقى ابتدينا نسمح ان بيتنا يتهدد بحاجات ملهاش علاقه بالبيت خالص. الظروف دلوقتي مخليه المسافات قلت، في ناس شغلها مش مستقر وقاعده في البيت، وفي ناس بتشتغل من البيت، ومعظم الوقت ولادنا بقوا في البيت. ودي حاجه المفروض كويسه، الا لو سمحنا لحيله الديسبيسمنت تسيطر على البيت وتسهل علينا خروج الضغوط دي كلها في بعض. فمحتاجين نجتهد ان نرجع كل حاجه لمصدرها، اللي يخص الشغل يخص الشغل، واللي يخص شخص معين ما يخرجش في شخص تاني. ولو بمر باي ضغط وقلق اعلم نفسي اخرجه ازاي واحمي اهل بيتي منه. لان كنز مهم جدا ان احمي الناس اللي حواليا من حيله الديسبليسمنت، فما تكونش هي رد جميل الامان اللي انا حاسه بيه مع جوزي او مع مراتي او مع اولادي او مع اهلي. بالعكس، اقل حاجه اعملها اني ارد جميل الامان ده، اني احميهم واحمي بيوتنا واحمي علاقاتنا من اي حاجه ممكن تهددها من بره البيت.